السلام عليكم. الموضوع ديال هذا الفيديو كيخص الزجاج العراقي. هذه الماده اللي كتعتبر ماده نوبل و اون توش دو فينيسيون دو لوكس اللي كنلقاوها في الصالونات المغربيه التقليديه، ولا دابا خدت ابعاد اخرى في لا ديكوراسيون مودرن ولا لا ديكوراسيون فوتوريست بالالوان اللي ولاو كتار. اولا نبدا بالتسميه ديالو الزجاج العراقي. علاش سمى العراقي؟ حيت العراق كانت معروفه واحد الوقيته ما بين الدول العربيه بالزجاج ديالها والجوده ديالو، لتوفرها على رمال بيضاء نقيه وصافيه 100%. داكشي علاش تسمات بالزجاج العراقي نسبه للعراق والانتاج ديال الزجاج اللي كان متوفر في العراق ومطلوب من الدول العربيه كامله. اولا هاد الماده هذه كيمكن لنا نمزجوها مع اي ماده اخرى. يمكن نمزجوها مع القبص، مع العود، مع النحاس، مع الحديد، ومع هاد لي ماتير اللي ولاو جداد ليكسون وبليكسي كلاس، ولاو كيداروا بزاف في المحلات التجاريه، في القهاوي، في لي سال دو جو، لي سال دو سبور، في لي صالون ديستيتيك، في لي صالون دو كوافور. الالوان اللي كيتوفر عليها ولا كيتوفر عليها الغوز فوشيا. هاد لي كولور ما كانوش قبل، كانوا 3 ولا 4 الالوان اللي كانوا قبل كيتخدموا لا في الصالونات المغربيه ولا حتى في لي زونطري بريستيجيوز ديال لي زوتيل. دونك هاد الماده هادي كتعطي الجماليه ديالها اكثر الا كانوا الاشكال الهندسيه اللي كتخدم بهم متنوعه. نذكر بان المثلثات وهاد الزواقات الثمانيات والسداسيات اللي كيتقطعوا في جميع الاشكال الاخرى، في القبص، في النحاس، حتى الزجاج كيعطي الجماليه ديالو من تيكون متوفر على شي شكل معقد شي شويه، ما تيكون سامبل ديكارو ولا مربعات ساهلين، هذوك ما كيعطيش الجماليه. الجانب انه فيه واحد الصفاء، ملي كيشعل الضوء تيعطي واحد الصفاء، واحد النقاء كبير بزاف، الاضافه لهاد الالوان اللي كتعطيك واحد الخصوصيه للاماكن اللي كدير. ما تيكونش الا كان شي فيزافي ديرونجون ما كيبينش بزاف 100% شنو كاين لداخل. دونك هادو المحددات ديالو. المساله الثانيه اللي نشير ليها هو الثمن ديالو. الثمن ديالو كيتحدد على حساب اللون، حيت كاين الوان اللي كتقام شويه غاليه وقليله في السوق، وكاين الالوان اللي متوفره، الاحمر، الزرق، الخضر، هادو متوفرين بزاف. ملي كنهضروا على الصفر، على واحد الغوز غالق شي شويه، هادو تنوليو ندخلوا في الوان شويه نادره اللي كتقام شويه غاليه. الجانب المقاسات، حتى المقاسات محدد اساسي ديال الثمن. دونك هما كاين دي بلاطو جينيرالمون اللي كيجيو سواء من العراق سواء كيتصايبوا دابا في فاس، بان فاس هي فين كاينين الحرفيين ديال هذا الزجاج العراقي، سواء كيستوردوه سواء هما كيجيبوا الرمل وكيصنعوا الريوسهم في فاس. دونك لي كوموند غالبا اللي كيكونوا في المغرب كيجيو من فاس. دونك نذكر بان المساله الثانيه كتحدد الثمن هما دوك المقاسات. لتنظيم جيد للبقايا ولا دوك لو شوت كيكونوا عبارات شويه قراب لذاك ديك البياس، القطع اللي تيكونوا كاينين دي بلاطو، كنسميهم دي بلاطو اللي كيكون فيهم 70 على متر على 70. هاد متر على 70 ملي تيكونوا عبارات كيعطيونا شوت قليل كيتقام شويه ثمن مرفق. ملي تيكون شوت كثير في هاد لي بلاطو ديال متر على 70 ولا قطع ديال متر على 70، ملي تيكون الشوت كثير كيتقام شويه مكلف، حيت هذاك اللي كيقطع لك الزاج كيحسب عليك حتى داك الشوت ولا دوك البقايا اللي كيضيعوا كيحسبهم لك عليك باش يصايبك دوك لي بياس. الثمن كيتوفر هذا العراقي على جوج ديال لي كاليتي. كاين البرومي كاليتي تتوصل تقريبا ما بين 2300 درهم حتى 3000 درهم على حسب الشكل الهندسي وعلى حسب اللون. وكاين دوزيام كاليتي حتى هي كاينه في السوق، اللي الثمن ديالها كيبدا من 800 حتى ل 1700 1800 درهم القطعه ديال 70 على 80. دونك اللي غيفرق ما بين هادو خصو يكون حرفي جدا، هو الصفاء، هو الجوده ديال الزجاج والصفاء ديالو اللي كتحدد ما بين البرومي والدوزيام. وخص فريمون ناس مختصين هما اللي يفرقوا ما بين هاد البرومي كاليتي والدوزيام كاليتي. المساله الثالثه اللي نشير لها بان الزجاج هذا تيتقام شويه غالي. الانسان كيديروا غير قطع صغار في النوافذ باش كيعطيو ديك الجماليه. كاين اللي كيدير قطع كبار وبالتالي كتولي الامور خشينه شي شويه وبعيده من ديك اون توش، ما كتبقاش اون توش. هاد المواد النبيله كيكونوا فيهم دي توش، دي بوتي مورسو كيعطيو الجماليه اكثر لا في السقف ولا في النوافذ. ونضيف ان هاد الزجاج هذا كاين حتى في التريات، كاين في التريات ديال لي صالون في كاع لي ديمونسيون وكاع الاشكال، حتى التريات فيهم العراقي. مساله اخرى ان هذا احسن مواد اللي كيتميلونجا معهم هو العود والنحاس، هادو دو ماتيير اسونسيال اللي كيتميلونجا معهم. دونك هذا هو الموضوع ديال هذا الفيديو. الى عجبكم ما تنساوش لايك، بارطاجي باش تكونوا جديد، وابوني. السلام عليكم.